السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ وحشني والله. ايه الاخبار؟ هتكلم معاكم النهارده في 3 مواضيع. في حاجات هتخص الفترة اللي فاتت طبعا، وحاجات على الفترة اللي جاية. اخر حاجة هتكون عن الفترة اللي جاية وعن صفقات النادي الاهلي. هنتكلم اول نقطة في ملف التحكيم. هنفضل طول الموسم حاسين بمظلومية، سواء انا اهلي او زمالك او بيراميدز او الفترة اللي في الماتشين اللي فاتوا، اهلي سوري، الزمالك وبيراميدز. جماهير الاهلي تقول لك جون الزمالك اوفسايد، ويقول لك ان بيراميدز ليه ضربة جزاء. طبعا ادارة بيراميدز مش قادرة تتكلم، واكتفوا ببوست كده لجده وتصريح المدرب والكلام ده كله ان في ضربة جزاء وفي ظلم تحكيمي. طيب هل في ظلم تحكيمي فعلا؟ انا بقول لك لا، مفيش ظلم تحكيمي ومفيش حاجه متوجهه. انت ما عندكش حكام. انت عارف انت ما عندكش حكام ليه؟ لان انت بتشوف نفس الحاله في ماتش طلائع الجيش امبارح، نفس البيلم بتاع الاهلي والسيراميكا. لو الناس دي بيتشرح لها نفس المنهج التحكيمي او بيتشرح لها نفس الحالات وبتقال لهم هنا تعمل ايه وهنا تعمل ايه وهنا تعمل ايه، كان امبارح الحكم ده كان لغى ضربه الجزاء. نفس الحكم الفار هو محمود عاشور يا جماعه. هو ده راجل عنده بقى المبدأ وعنده الاساسيات، قال لك دي بيلن يبقى دي بيلن، فجابه في ماتش طلائع وقال له دي بيلن فالحكم حسبها. طيب انتوا رئيس لجنة الحكام بقى بيعلمكوا ايه لما محمود وفا ما يحسبهاش وحماده يحسبها امبارح؟ في واحد فيكم غلط، انا هشوفها كده، في واحد فيكم غلط. فهنا المشكلة مش في ولا اهلي ولا زمالك ولا بيراميدز ولا في ظلم لحد، لا، في سوء تنظيم وسوء، يعني مفيش تحكيم، فعلا مفيش تحكيم. فدي المشكله اللي هتواجهك لما ما تجيبش حكام اجانب، وعشان كده الاهلي كان بيطالب بحكام اجانب. انا هات لي حكام اجانب. عارف الحكم الاجنبي حتى لو غلط مش هيبقى ظلمك، هيبقى انت بالنسبه عقده الخواجه بقى. انا بالنسبه لي هو مش ظالمني، هو شايفها كده. يعني الكرة بتاعت ضربة الجزاء بتاعت امبارح دي بتاعت الزمالك، بتاعت عمر جابر، بتاعت اول امبارح بتاعت عمر جابر. الكرة دي لو حكم اجنبي هنقول سوفت عدي بسيطة تعدي، يعني مش جامدة قوي. انما عشان حكم مصري، في انقسمنا، قال لك ضربة جزاء وقال لك مش ضربة جزاء، وان الدوري متوجه للزمالك والحكام مع الزمالك وي 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 وي. لا، هو انا شايف، انا واحد من الناس كنت شايفها وهي بتتلعب لا دي خفيفة، بعد كده لا ده ماسكه من ورا، لا ده ماسكه من الجنب. فيها يعني في ناس تتحسب وناس ما تتحسبش بصراحه. بس انا بقول لك لو كان في حكم اجنبي ما كانش هيحصل كل الصراع ده ولا كل المشاكل دي، كنت هتريح دماغك. انما هو عشان حكم مصري وعشان خاطر رئيس لجنه الحكام بتاعهم، انت عارف انه مش هيطلع يقول لك الحقيقه، هيطلع يقول لك ايا كان القرار صح، مش هيقول لك الحقيقه. فدي مشكله رئيس لجنه الحكام اللي هو مسؤول عنها والاتحاد الكره المسؤول عنها. هما اللي لازم يطلعوا يوجهوا حكامهم ويعترفوا بغلطاتهم عشان نقفل الباب ده. ده الحل عشان نخلصه. تاني نقطة هتكلم فيها بيان اتحاد الكورة اللي نزل من كام يوم، بيتكلم عن احترامه للأندية واحترامه للنادي الأهلي، وإن بعد كده لو في حد عايز يسمع الفار ينورنا أيا كان مين يقدر يخش اتحاد الكورة. طلع جماهير الاهلي قال لك الاهلي يحكم، الاهلي الدوله، الكلام ده كله على السوشيال ميديا. بأمارتي بقى، بأمارة البيان اللي طلع لك ده. طب ما هو ما ادكش حاجه، ما عملكش حاجه. هو قال لك معلش، وقال لك ايه؟ بص، عشان خاطر الشناوي هيبقى ماتشين بس. ومن الناحيه التانيه انت هيبقى عندك مشكله في ماتش الزمالك، شوبير باذن الله ما ياخدش انذار ولا يحصل له اي مشكله في ماتش بيراميدز، فهيبقى هو الطبيعي انه يقف اساسي في ماتش الزمالك. فالشناوي يعني ازاي ما يقفش ماتش الزمالك؟ فيحصل مشكله جوه الاهلي. ده ليه؟ لان انت قللت له الايقاف لماتشين. وليه؟ لان انت عندك مدير فني ملوش كلمه وملوش شخصيه، مدير فني ملوش لازمه. فعادي جدا تتخيل ان الشناوي يقول لك انا عايز اقف الماتش ده. ما تتخيلش ان هو مش هيعمل كده، لا ممكن يعمل كده عادي، وتبقى مشكله جوه الفرقه قبل ماتش الزمالك اللي هو 1% الامل بتاع الاهلي في الدوري. ان انت لما تكسب الزمالك كده كده هتبقى رايح، الزمالك والاهلي رايحين فارقين عن بعض ب5 نقط، وهيبقى لو كسبت هيبقى انت خدت 3 نقط، هيبقى نقطتين. فال1% ان الزمالك يتعادل او يخسر الماتشين اللي هيتبقوا له، هيبقى باقي ماتشين سيراميكا وسموحه، واحد من الاثنين يقع فيهم، فهيبقى ده املك كله خالص. ف
ده نفسه ممكن يضيع منك بسبب الازمه اللي اتحاد الكوره لبسها لك. فاتحاد الكوره ما ادكش اللي انت عايزه، ما انت في الاخر ما سمعتش بالفار، وبيقول لك اي حد يقدر يجي، يعني ما فيش مشكله عندنا. وهنا دي رساله لجماهير الزمالك اللي كانوا بيقولوا هو سيد عبد الحفيظ يروح ليه؟ اتحاد الكوره بيقول له تعالى اهو. اذا اتحاد الكوره بيلعب بيا انا كجمهور اهلي وبيك كجمهور زمالك وكمسؤولين وكل حاجه بمزاج وكل حاجه. ما تفهمش ان كده الاهلي مسيطر ولا الاهلي يفهم ان هو كده جامد، لا يا باشا، هو بيمشي اللي هو عايزه. هو في الاخر ما سمعكش التسجيلات بتاعه الفار ولا عرفت ايه اللي حصل، فخلاص بقى، فهو عمل اللي في دماغه. تالت حاجه واخر حاجه هتكلم بيها واختم بيها الفيديو بتاع النهارده، الصفقات اللي طالعه بيتكلموا عنها في النادي الاهلي. هما صفقتين الحديث عنهم الفتره دي. اول صفقه اكرم توفيق. اكرم توفيق انت لسه ماشيه السنه اللي فاتت، تمام، لعب سيزون واحد بس في قطر. طب مشيته ليه؟ لما انت ناوي ترجعه مشيته ليه؟ انت نفس التفكير، انت بتتفنن في انك تخسر فلوسك، ما انت هتجيبه من فريقه ده بفلوس. رقم واحد. رقم اتنين، انت لما ترجعه هترجعه بفلوس اكتر من اللي كان بياخدها، فما فرقتش حاجه، كنت جددت له احسن. تفكير ايه؟ وهتجيبه يغطي ايه؟ يعمل ايه يعني؟ هتجيبه مكان ديانج؟ هل اكرم توفيق يغطي مكان ديانج؟ لا، هو بيقول لك التفكير ان هو يجي باك يمين مكان محمد هاني. مستحيل، مستحيل اكرم توفيق يدفع باك يمين. هو ممكن يسد لك خانه كباك زي كوكا، كوكا يسد لك خانه كباك شمال، انما اكرم توفيق ما يسدلكش خانه كباك يمين، او هو كبير ويسد خانه باك يمين، غير كده ما ينفعش. فانا طبعا ضد الصفقه دي تماما لو ده التفكير فيها. تاني حاجه صفقه ابراهيم عادل، نفس التفكير، الصفقات الكيديه نفس التفكير. يا عم انت عندك في الحته دي تريزيجيه واشرف بن شرقي اللي مش عارف يلعب فيها بسبب تريزيجيه. فكر في الناقص، انت ما عندكش جناح بيلعب بشماله، مفيش جناح في الاهلي بيلعب بشماله، تخيل، مفيش واحد يقط ويشوط ار2 زي بتاعت محمد صلاح. ما عندكش مهاجم، ما عندكش لعيب تحت المهاجم. امام عاشور بيتنك عليك وبمزاجه يلعب ماتش و10، لا، ارقامه توديه في داهيه، توديه معهد السنبلاوين. مفيش اصلا ارقام نفس ارقام قفشه، جونين واسيستين. قفشه اللي عايزين نرجعه عشان امام ممكن يبقى قفشه هيبقى هو الاساسي في الاهلي. يعني ده التفكير ان احنا نجيب قفشه يبقى اساسي؟ ما غلط طبعا. طب انت فكرت في حد مكان ديانج؟ بيلاتي توريه، اسمع مني، شوف بيلاتي توريه، مجربينه وعارفينه وشايفينه، روح حياته. فكرت في باك يمين مكان محمد هاني؟ خلاص بقى، مش هنعيش عمرنا كله بمحمد هاني، بقى له 13 سنه معانا، زهقنا. في ايه؟ هاتوا باك يمين عدل. الدفاع اللي ورا حدث ولا حرج. بنفكر نجيب محمد عبد المنعم، طب انت هتدفع فلوس قد ايه في محمد عبد المنعم عشان تجيبه؟ ما تفكر بره الصندوق يا عم وهات ناس تانية يا عم. ابدأ بقى فضي الفرقة وفلترها كده. انما احنا مش هنوصل لنجاح. انت دلوقتي بقى املك انك تكسب الاربع ماتشات دول، ودي انا بقولها وانا مكسوف. انت املك انك تكسب الاربع ماتشات عشان تضمن مكان في افريقيا، دوري ابطال افريقيا، بعد ما كنت انت داخل واخد الدوري وحاطط ايدي على رجل واخد الكاس وهتاخد افريقيا وهتوصل في حته كويسه لكاس العالم. لا، احنا بقى املنا موسم صفري وان احنا ناخد مكان في افريقيا. طبعا دي حاجه انا كاهلاوي مضايقاني جدا، بس طب احنا فكرنا غلط، وارد نغلط، فكرنا غلط الموسم اللي فات واحنا داخلين الموسم ده، طب هنفكر بنفس التفكير واحنا داخلين الموسم اللي جاي؟ لا، يعني يا جماعة فكروا اكتر من مرة، بلاش نفس التفكير، بلاش نفس المسؤول اللي بيفكر نفس التفكير كل مرة. جماهير الاهلي مش هتتصالح دلوقتي بصفقات كيدية. جماهير الاهلي اول مصالحتها ان احنا نصعد افريقيا. طبعا احنا نفسنا في الدوري وعندنا 1% امل وهنفضل محافظين عليه، ونتمنى لعيبتنا تبقى رجاله وتأدي دورها في الملعب في ماتش بيراميدز وماتش الزمالك، نتمنى. فدول املنا كله. تاني حاجه هنتصالح بيها ان انا اشوفك بتكون فريق صح، اشوفك بتكون فريق يروح بقى اقعد بقى بيه 5-6 سنين. انما التفكير الغلط ده مش هيوصلني لاي حاجه. في النهايه انا خلصت، ولو الحلقه عجبتكم لايك وشير وسبسكرايب.